آلات موسيقية عديدة يكثر عليها الطلب في مناسبة عاشوراء، لكن يبقى للتعريجة حضور متميز عند المراكشيين. فالتعريجة لا يمكن الاستغناء عنها في حلقات الدقة المراكشية وجلسات الطرب النسائية، كما أنها وسيلة لإشراك الأطفال في احتفاليات عاشوراء. عندك الوليدات شحال غتدي التعارج؟ 3 تعارج. كل وحده غنقول له عندي واحد ابراهيم وواحده مريم وواحده وفاء مزوجه. امهم حتى هي بغات ندير. علاش انت كتحرص انك تشري تعريجه؟ انا هادشي اللي كنبزز من الاول جدودنا تيشريو تعريجه. والديها تيشريو تعريجه وحنا غاديين تنشريو تعريجه. حنا محتفلين بعاشوراء وناشطين وبخير، جينا لمراكش غندو الباروك، واخا فاسفي عندنا حنا تبارك الله الخير موجود، ولكن ندو الباروك من مراكش. للتعريجة المراكشية رموز وألوان خاصة هي من إبداع نسائي بامتياز تتناقلها النساء عبر الأجيال. تيبداو من الميلود، تيجلدوا تيحجبوا تيقطعوا تيفينيوها وتيحطوها تيجيبوها مع العيد الكبير. حافظنا على ذاك النمط القديم تاع الطريجه، وبالاضافه انه لا جديد. بالنسبه لهذه الطريجه الاولى اللي كانت تتصاوب تدوز تقريبا من 3 المراحل اللي تخدم فيها. تقدروا مثلا طريجه وحده تخدم فيها 4 العيالات 5 يقدروا يخدموا في منتوج واحد. تيبداو بالجلد، تيتباعوا تلصق الورقات الالومنيوم اللي تتعرف فيها تكون الالومنيوم، ومن وراها تيكون الزواق بالصباغه على حسب الالوان. تعتمدوا بزاف على الالوان الحمراء بالنسبه لمدينه مراكش الحمراء. من بعد تيديروا زواقات هي فطريه، ماشي تعلموها في مدارس ولا شي حاجه، ولكن داكشي تيتوارث. تشبث المراكشيين بالتراث الشعبي الأصيل يجعلهم يحافظون على التعريجة كواحدة من الآلات العريقة التي ساهمت في إنتاج أصناف مختلفة من الطرب الذي يعد مفخرة للمراكشيين في الأعياد كما في مناسبات